السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى بمناسبة راس السنة الهجرية هنعمل مع بعضنا بط. البط ده تربية بيتي، تربية ام سما، ونكوش عليها بقى اللهم بارك. شايفين شكل البطاية؟ بس يلا تعالوا قبل ما نبدأ نصلي على النبي ونستغفر ربنا كده، ورددوا معايا الدعاء ده بمناسبة راس السنة الهجرية. ربنا يجعله فتحة خير علينا جميعا. اللهم انا نسألك ان تمسح عنا اوجاعنا وتنور ظلمات ليالينا. اللهم اسقنا فرحا وارزقنا من كل مداخل الخير. اللهم امين يا رب العالمين. يلا مع بعضنا. لو انت اول مره تشوفيني وتشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصل كل جديد، واكتبي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو بقى. بصي يا ستي، احنا هنعمل النهارده تتبيله الفراخ بس على طريقتي انا. هنعمل مع بعضنا طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل الوان حلوين، لو متوفر عندك. مش متوفر خلاص كفايه قرن فلفل اخضر. وهنحط بدل البرتقال ليمونه عشان البرتقال ما كانش متوفر. قلت لك الحاجات دي المتوفره عندي. عندنا بقى الزور والكبد والقوانص بتاع البطه. بص البطه دي غسلناها غسله تمام. بعد ما غسلناها عملنا لها محلول، ميه حلوه كده تجري، ميه جاريه تغسل البطه كويس. وبعدين نروح جايبين بقى عليها عصره ليمونه حلوه وحبه ملح ونسيبهم فيهم. يا سلام لو الملح كان خشن. وتسيبيها مع بعضهم شويه كده، ساعه كده ولا حاجه، يعني ما تكونيش مستعجله انك تعملي البطه على طول. سيبناها مع بعضهم شويه عشان خاطر البطه ما يكونش فيها ريحه اي زفاره. بعد ما عملنا كده رحنا عاملين ايه تاني يا مسامح؟ ورحنا عاملين الخلطه بتاعتنا، التتبيله اللي هي طماطمايه وقرن فلفل الوان وقرن فلفل اخضر والبهارات اللي عندك. البهارات اللي موجوده، انا مش هشرطك انك تحطي اي حاجه، يعني اللي موجود عندك حطيه. بس هنزود عليها حبه فلفل اسود، اكيد يعني الفلفل الاسود موجود في كل بيت. هنحطهم ونسيب التتبيله دي مع بعضها حوالي ساعه، اقل حاجه ساعه. لو انت عملتيها من الصبح مش هيحصل حاجه، يعني كل ما تقعد اكتر كل ما يعني تدي البطه طعم حلو. ممكن ناخد البطه دي زي ما هي كده بالتتبيله ونحطها في كيس حراري ونحطها في الفرن، بس انا بصراحه ربنا كنت عايزه الشوربه. هنحط بقى مع بعضنا الميه غليت ونسيبين البطه في التتبيله، ونروح جايبين ورقتين لورا حلوين وحبه قرفه برضو البهارات اللي عندك وطماطمايه وبصلايه وقرن فلفل. ومجرد ما الميه غلت نروح نزلين عليهم الحاجات دي، ونروح واخدين البطايه ونروح نزلين عليها في الحله. بص اللهم بارك، البطايه كانت طالعه شكلها حكايه. هنشوفها مع بعضنا دلوقتي. هنعمل جنبها ايه؟ هنعمل جنبها حبه رز بشعريه. حطينا رز، طبعا كلكم اساتذه في الرز. هنحمر الشعريه وننزل عليها بالرز. مش محتاجه دي يا ام سما؟ ايوه ما انا عارفه، بس احنا بنذكر بعضنا. البطايه خلاص دخلت في السوا اهيت. مجرد ما تاخد غلوه والتانيه كده نروح ايه مدينا خرمتين كده من على الجناب بالسكينه عشان نتاكد ان هي استوت. وبعد كده عملت ايه تاني؟ جبنا بقى معجون صلصه وحطينا عليه التوابل بتاعتك برضه، ملح وفلفل اسمر وشطه، بس ما كتريش الملح يعني، وحبه زيت كمان عشان يديها لمعان. انت وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو؟ طب يلا بقى ما تدوسيش لايك عشان تعرفيني انك وصلتي معايا. وجبنا البطايه بتاعتنا ورحنا حطينا عليها الصلصه. بصوا يعني غطينا البطايه بالصلصه عشان احنا هندخلها في الفرن مش هنحمرها. هنعص يعني بصي هنغطيها كلها بالصلصه. يلا وانت بتتفرجي عليا دلوقتي كده صلي على النبي واذكري ربنا. وانت عملتي ايه جنب البطايه دي كمان يا ام سما؟ عملت جنبها صينيه بطاطس. بصوا اللهم بارك، الاكل كان تحفه يا جماعه. بطاطس ورز بشعريه وادي البطه بتاعتنا. بص الحلاوه، البطه تتكلم عن نفسها يا ناس. شايفين شغل عالي. متنسيش بقى لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.